السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في قناتكم الجمهور الطناش. افريكا فوت حطت مالا الجيري بيتكوفيتش اترونشي بور سليماني ايفيغولي. ترونشي حب يقول كيما نقولوا يحسم الامر في قضيه سليماني وفاغولي، باسكو كيما على بالكم راهو اون تران دو بريباري كيما نقولوا حنا لا ليست، وهم يقولوا 41 جوار. دوك نحوسوا عليها باسكو هذه هي ثاني لانفورماسيون راهم حاطينها في عده صفحات، ماشي غير في افريكا فوت على كل حال. دوك نشوفوا هي حاجه يقول لك كي تكون تتكرر بزاف صفحات يكون عندها نوع من المصداقيه كما نقولوا. هذا واش راهم حاطينه فرونسي، قال لك ديسيزيون كونسيرنون اسلام سليماني اي سفيان فيغولي، فيها بزاف دي ديتاي. انا حاطها دوكا بالعربيه. قال لك قبل المباريتين ضد غينيا واوغندا في اليوم الثالث والرابع على التوالي من تصفية كأس العالم 2026 يومي 6 و10 يونيو، قام فلاديمير بيتكوفيتش بالفعل بإعداد القائمة الأولية، ويشمل ذلك حوالي 40 لاعبا، ومن المتوقع أن نجد حوالي 10 محليين، من بينهم العائد يوسف البلايلي، بالإضافة إلى حوالي 30 مغتربا بما في ذلك رياض محرز الساحة. دوك هنا واش راهم حاطين على كل حال. دوك نديرو الترجمة تاعها بالعربية. اون ريفونش دابخي لي بريسيزيون دو جورنال، بون هاليك ترجمة تاعها ديريكتومون من تحت. من ناحية أخرى وبحسب تفاصيل صحيفة كومبيتيسيون هذا الأربعاء، فإن إسلام سليماني هداف المنتخب في التاريخ، هداف في تاريخ المنتخب، وسفيان فيغولي لن يكون حاضرين ساعة. نبداو بحكاية إسلام سليماني وسفيان فيغولي خاوتي بكل صراحة، وكما نقولوا بلا عاطفة بلا والو. من المنطقي أنه ما يعيط لهمش منطقيا. إسلام سليماني وسفيان فيغولي خلاص يعني داروا اللي ليهم في المنتخب الوطني ومشكورين وقع، ولكن لازم نشوفوا حاجة جديدة. ما نبقاوش دوكا لاصقين في الحكاية تاع 2019، يعني بعض الأخطاء اللي ممكن أنه يكون دارهم جمال بالماضي. ولو أنه إسلام سليماني صراحة لقينا في عدة مباريات، ولكن ما نكذبوش على روحتنا خوتي، الحق الوقت باش نبقاو نبازيو كيما نقولوا على اللاعبين الجدد. باسكو وحده من الاخطاء اللي كان دايرها جبل بالماضي يا خوتي، الدكه معمره، البون دو توش معمر بلي جوار، بصح شكون لي جوار اللي كانوا يلعبوا كانوا باينين، لا ليست كانت باينه. متوقعاش شكون منين داك يتبدل الجوار والتايمينغ اللي يتبدل فيه ما يخليش ميم با البيرفورمانس تاع الجوار هذاك يبان. بكل صراحه يعني نهضروا بكل شفافيه خوتي. ما راناش نقولوا باللي ممكن هذاك تبقى تاع المدرب، تبقى كيما نقولوا هنايا لا ديسيزيون تاع المدرب تاع المونترينور هو اللي كان على بالو واش يدير، هو اللي كان على بالو، هو اللي كان عارف كيما نقولوا وشن هما الامور اللي لازم يديرهم. ولكن احنا نشوفوا بلي كانوا كاينين بزاف لاعبين ما نقولوش ما داوش الفرصه، بصح ما داوش الفرصه كيما يلزم الحال. هذه هي خوتي. كيما محرز وبلالي يا خوتي، انا راهي صراحه نشوف باللي مازالت عندهم لا شونس. باسكو علاش؟ يقدروا ينسجموا مع خطة معينة، يعني تقدر تكون هذيك الخطة اللي تخرج مثلا على محرز وعلى بلايلي في نفس الوقت. هذه يا خوتي. دوك بالنسبة ليوسف بلايلي مازال يقدر يمد، ما نكذبوش على روحتي انا، مازال يقدر يمد، خصوصا غير اذا كما نقولوا حنايا انسجم مع خطة معينة. وكما نقولوا حنا كاين امور لازم يعاود يريكتيفي فيهم، كاين بزاف امور لازم يريكتيفي فيهم، طريقة اللعب تاعو لازم يعاود يريكتيفيها. هذيك تاع يطيح بزاف ويحوس على لي بينالتي ويسيتريبلي في بلاصة اللي ما عندها حتى معنى، هذوما امور تعاود تولي المدرب. اما رياض محرز عندنا كما نقولوا ثقة في الامكانيات، على بالنا بلي ستان طالون،
مام ما يكونش منين ذاك في البيرفورمانس تاعو، ما يكونش يأدي، بصح راح تحتاجو في كيما نقولو في نقاط معينة راح تحتاجو. يا لو كان تدخلو 10 دقايق ولا زعما يلعب ميطون ولا يعني راح تحتاجو. كاش نشوف فيها منين داك تشوف باللي مثلا محرز كي كان مع غوارديولا، تالمو غوارديولا كان مزير عليه، كان كيدخل 10 دقائق ربع ساعة كان يمد لك أداء تشوف أداء خرافي كاع. بصح انت كي تشوف مثلا محرز كي كان يلعب دايما ما في الأهلي السعودي، يلعب دايما وضامن بلاصتو، ما عادش تشوف الأداء اللي تكون مستنيه. هذه هي خوتي، كان هذا هو الفيديو تاعنا نهار اليوم. ان شاء الله كالعادة نتلاقوا في فيديو واحد اخر، والسلام.